من نهار بدات الالعاب الاولمبيه في اثينا في 1896 الى الالعاب الاولمبيه ديال 2024 في باريس. اول مره في التاريخ كيديروا واحد الرياضه اللي الاغلبيه ما كانوش كيعتبروها رياضه، كانوا كيعتبروها رقص. اول عام دايرين البريكين اللي هو البريك دانس. والمغرب هو البلد الافريقي العربي المسلم الوحيد اللي مشارك في هذه التظاهره، مشارك بجوج ديال البطلين. البطل الاول هو بلال ملاخ، فهم؟ عمره 20 عام ودخل يبقى في عمره 19 عام دا البطوله الافريقيه وهي اللي اهلاته باش يتاهل للالعاب الاولمبيه. والبطله التاليه هي زهره الماموني، في عمرها 22 عام، بنت الرباط. اللي بغيت نهضر انا على هذا البريك دانس هو في الحقيقه هذا البريك دانس عانى بزاف. كنت كنعقل على الدراري كيمشيو جيت اوتوهان، الدراري تما فين كيديروا البريك دانس، فين كيديروا هذاك لو سبور اللي الناس كانوا يعتبروه الشطيح، كيعتبروه التسطيه، ولكن ما يمكنش لك دير هذاك السبور الا ما كنتيش سبورتيف. اولا بعدا كيخليك ما تبقاش تمشي للمخدرات. كاع الدراري اللي كتلقاهم كيديروا البريك دانس كتلقاهم ظريفين متخلقين ومربيين. وكانوا بلايص اخرين عاوتاني دانس كيديروا في البارك ديال ياسمينه ولا كانوا في الرشيدي. المهم البريك دانس دابا تعترف به اولمبيا، ولا دابا كاين في الالعاب الاولمبيه، والمغرب هو الاول بلد كيشارك في الدول العربيه الافريقيه في هذا لا ديسيبلين هذا. اللي بغيت نقول لكم ما كرهتش انا من هنا ل 2000 كيديروا من عامين لعامين يديروا في الالعاب الاولمبيه الجايه يديروا الفوتسال، وبيان سور غادي نضمنوا ان شاء الله شي ميداليه من الميداليات هذه بالفور يا شيخ. حقا ما تنساوش تدعموا بلال ملاخ وفاطمه الماموني. تحياتي.